بصي يا ستي، انا نرفوزه انت وهي. انت كنت بتنرفزي قوي على فيديوهات الفكره، لما كنت بعمل فكره في دقيقه، فكره تسهل عليك اي حاجه، فكره تكون بسيطه تساعدك في اي حاجه مطبخيه او في فكره مطبخيه. تيجي تقولي انت فاضيه، انت ما عندكيش حاجه تعمليها، انت ازاي تعملي كده، لا ده انت كده تافهه. يا حبيبتي في ايه؟ هو انت لو ما قلتيش الكومنت او ما جيتيش قلتي الكومنت اقول لا يعني ما جاتش النهارده، لا يعني ما صبحتش عليا النهارده، في ايه يا حبيبتي انت وهي؟ ايه يا ست النرفوزه؟ وفي ناس كتير تقول لك لا شطوره، لا فكره حلوه. يعني جبر الخواطر يا حبيبتي، انا ما بعملش اي حاجه وخلاص. انا بعمل فكره بسيطه، وباجي بعمل فيديو اكل يكون محتوى هادف وما لاقيش حد بيتفاعل عليه. ولما اجي اعمل فيديو ما يكونش حاجه بسيطه، يكون فكره بسيطه بسيطه ويعدي المليون ونص، عشان هو عدى المليون ونص. تعملي كده او تقعدوا تقولوا تعليقات سلبيه؟ ليه يا حبيبتي كده؟ ده يعني ده الكلمة الحلوة صدقة زي ما بيقولوا. والفكرة ما كانتش وحشة، الفكرة ما كانتش وحشة خالص، بالعكس ناس كتير شكرت فيها. يعني دليل على كده ان هو جاب مليون ونص، داخل في مليون ونص. ويعني في ايه يا جدعان؟ ده يعني عشان جبت مليون ونص تعملوا فيا كده؟ ما لو جبت كل فيديو مثلا تعملوا ايه؟ ده هو فيديو حزين، فيديو حزين يا حبيبتي. بقى اهو يا حبيبتي الفيديو اهو. الفيديو ده مش مش فكرة ولا حاجة، الفيديو ده طبخ بقى. وراني بقى هتدفعلي على الطبخ ولا مش هتدفعلي يا اختي؟ ويعني ازاي دي بيتزا؟ عملتي بيتزا وانا عملت دقيق وعجنتها بشويه ربع كوبايه ميه، ما كانش عندي لبن كتير فزودت لبن بودره وحطيت توم باودر وفلفل اسود وملح وسكر وعجنتها بميه، وفي الاخر حطيت وبيكنج باودر وقصدي خميره، وفي الاخر عملت بمعلقه سمنه. اهو يا حبيبتي الفيديو الهادف اللي انت بتقولي عليه. وهنا بقى الفيديو الهادف ده انت هتتفعلي عليه ولا لأ؟ انا اللي برشه ده دقيق ذره، بيبقى حلو قوي لما تدينيش سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. دي الذره، فضل على دي الذره زي جميل جدا وحطيه، بيبقى حلو قوي، بيبقى نفس المحلات بالظبط، المحلات بتعمل كده او المطاعم يعني. تمام. فيا ست النرفوزه انت وهي، في ايه يا اختي؟ في ايه ياما؟ في ايه ياما؟ اهدى عليا شويه. النفسيه مش ناقصه اساسا، يعني الموال مش ناقص، يعني الواحد جايب اخر اساس. فصلي على النبي يا اختي انت وهي. ويعني كلمه حلوه، كلمه حلوه مش ناقصه هي الحكايه. ماشي يا اختي انت وهي؟ ماشي يا حبيبتي. يلا ياما، يلا ياما، هو المحتوى الهادف. اديني بعمل اكل، انا عايزه اقولك انا بعمل اكل كتير، بعمل فيديوهات اكل كتير، بس ما بلاقيش عليها تفاعلات. فبعمل الفكره لما الاقي اعمل فكره وتنجح معايا، فبحب ان انا اقولها لكم، ما فيهاش حاجه. لكن انتي تقعدي بقى نرفوزه قوي وشعنونه قوي وتقولي لا ازاي؟ يعني انتي يا حبيبتي لو ما اتكلمتيش وقلتي الكومنت الجميل بتاعك ده هتزعلي، يعني قلبك هيقف؟ مش فاهمه يعني، مش فاهمه يعني. حتى يا ست نرفوزه، يا ست الشعنونه، يا ست شعنونه اهدى علينا شويه. مش كده، مش كده، مش كده حرام يعني في رمضان. هنا بقى البنات بيعملوا البيتزا بتاعتهم، هنا حطوا عليها كاتشب عشان ملك ما بتحبش الصلصه. لكن الباقي انا عملتها بصلصه عادي. وكان عندي حتتين بانيه عم شوحتهم كده على النار، وجبنه وزيتون وجبنه فيتا عادي، يعني مش جبن ولا حاجه. احنا الناس بقى تعمل تمشي على قد الايد، دي كانت بالجبنه بس، كانت حلوه بصراحه. بس فابقى الف هنا وشفا يا اختي انت وهي. واشوفكم في فيديو جديد، في روتين جديد، في يعني فكره جديده من افتكاسات لوكا. والله العظيم انا عايزه اقول لكم ان انا اليومين دول ماليش نفسي خالص اعمل اي حاجه، مع ان انا عندي فيديوهات على التليفون. الواحد نفسيته زي الزفت يعني. ربنا يعين. يلا حسب الله ونعم الوكيل. يلا النفسيه مش عارفه، محتاجه اسكندريه باينه، ومحتاجه اي حاجه، محتاجه اكله حلوه، مش عارفه، محتاجه اي حاجه. شوفوا بقى النفسيه محتاجه ايه في رمضان. محتاجه فسحه.